السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من توازن الأطفال من وعي الوالدين. أنا نرجس المذنب، واليوم غادي نهضروا على أهمية توفير بدائل إيجابية للشباب. إلا ما لقوش أنشطة نافعة كيقدروا يضيعوا في الطريق الغلط. علاش هاد البدائل مهمة؟ حيت الشباب كيحاولوا يقلبوا على الاعتراف والقيمة الذاتية. إلا ما كانتش بدائل مفيدة يمكن يمشيو للمجموعات السلبية. كيفاش نقدروا نوفروا هاد البدائل؟ أولا نشجعوا المواهب، الرياضة، موسيقى، الطبخ. المهم كل واحد واهتمامه. ندخلوهم في أنشطة متنوعة، تكوينات، تطوع، مشاريع مشتركة. ثالثا ندمجوهم في المجتمع، نخلوهم يشعروا بالأهمية من خلال خدمة الناس أو الأشغال مع الجمعيات. مثال، إلا بنت كتحب الرسم ندخليها الورشة في دار الشباب أو نادي الفنون، غادي يطلع عندها إحساس بالإنجاز وتفادي الانجرار وراء سلوكيات سلبية. توفير بدائل مزيانة، ولادنا غادي يلقاو باش يعبروا على راسهم ويكتشفوا قدراتهم. شكرا بزاف على المتابعة، نشوفكم قريبا. توازن الأطفال من وعي الوالدين.